اللي انا عايز اقوله لكم اللي مختلف عن اللي انتم بتسمعوه في الاخبار. طبعا اللي دخل في الزحمه السفير البريطاني مستر جون كاسن، اللي على طول كتب على تويتر: الحمد لله على سلامه الدكتور علي جمعه صديقي، ربنا يديله طولة العمر ويقف معانا من اجل السلام والعداله وفهم الاخرين وضد اللي بينشروا الكراهيه. تمام، فعلا يا سيد سفير، بس احنا اللي عايزينك وعايزينكم تبقوا معانا ضد اللي بينشروا الكراهيه. ويا ريت تبلغ الحكومه في لندن ان الاخوان اعلنوا مسؤوليتهم عن محاوله اغتيال صديقك من خلال الجماعه دي اللي اسمها حسم ومعروف انها تبعهم. مستني اشوف تويته منك يا سيد كاسن تعلق على تبني الحركه الاخوانيه حسم دي لمحاوله الاغتيال، ولا دي ما فيهاش تعليق يا سعاده السفير؟ الحكومه البريطانيه اللي كانت امبارح كنت بتكلم عنها وبقول اننا محتاجين اننا نكون اقوى في التعامل معاها، فطلعت تقرير بيقول ان الحكومه البريطانيه بتفتح الباب قدام قيادات الاخوان وانصارهم اللي لسه النهارده كانوا بيحاولوا اغتيال الراجل اللي واقف مع بريطانيا ومعانا زي ما قال جون كاسن عشان العداله وفهم الاخرين وضد اللي بينشروا الكراهيه. التقرير البريطاني فتح للاخوان طريق الحصول على اللجوء السياسي، لكن التقرير حذر ان الجماعه دي دعت انصارها في يناير 2015 للعنف والموت في مواجهه الدوله المصريه. يا سلام، يعني دعوا في ده في 2015 وهم عارفين ده، لكن قال لك برضو يعني نبقى حذرين بس نديهم لجوء. وبيطالبوا صانع القرار السياسي في بريطانيا ان هو يدرس طبيعه الشخص اللي بيقدم طلب اللجوء السياسي ويتاكد انه ما بيتوفرش فيه بنود الاستثناءات اللي بتمنع ان يتم الموافقه على اللجوء. يا سلام يا سلام يا سلام.